ليه الأذكياء ما بينجحوش كرواد أعمال أو رجال أعمال؟ أكيد واحد فيكم هيطلع ويقول إزاي اللي أنت بتقوله ده يعني شوف إيلون ماسك، ستيف جوبز، بول إيلين، بيل جيتس مكسرين الدنيا في البيزنس إزاي وهم عندهم ذكاء خارق برضه. هقول لك أنت صح، لكن شوف قصادهم كام واحد عملوا شركات بمئات الملايين وما كانوش خارق الذكاء ولا حاجة، كانوا زينا وزي معظم البشر، ذكائهم طبيعي وعادي. حوالي 70% من البشر ذكائهم عادي، يعني تلتين البشر متوسط الذكاء والتلت الباقي متوزع بالتساوي، يعني الاذكياء جدا قد الاغبياء جدا، نفس النسبه. علشان ما حدش يزعل، بس الدراسه اللي عملها الباحثين في جامعه كاتانيا الايطاليه واللي استخدموا فيها بيانات اكتر من 1700 رجل اعمال من جميع انحاء العالم، ودراسه نسب الذكاء قالت ان اكتر رواد الاعمال والاغنياء من متوسط الذكاء. والمفروض انا وانت نفرح بحاجه زي كده، لان كده احنا بقى عندنا امل اكبر في الحياه يا صديقي، اننا نحقق حلمنا في يوم من الايام. ومش معنى ان امك وابوك كانوا دايما بيقولوا عليك يا غبي ان ده يمنعك من انك تبقى غني، بالعكس. لكن تعالى نتكلم بصراحة أكبر، إيه هي الأسباب اللي بتمنع الأذكياء إنهم يكونوا رجال أعمال؟ تعالى أقول لك. في كتاب كتبه روبرت كيوساكي بعنوان لماذا يعمل الطلاب الممتازون لدى الطلاب المتوسطين، فقال إن أول سبب الذكاء الحاد بيعمل حاجة اسمها الأوفر ثينكينج أو التفكير الزائد، إنك تقعد تفكر في المشروع بتاعك، لو عملت كذا ممكن يحصل كذا، ولو عملت الحاجة الفلانية ممكن واحد يطلع لي يعمل لي الحاجة العلانية، طب البلد، طب الاقتصاد، طب العملاء، طب هوب تقع في مطب الخوف من اتخاذ القرار يا صديقي. والبيزنس لو خدت القرار بعد فوات الاوان راحت عليه. الذكي جدا عنده خوف وحرص اكتر من غيره، وده في البيزنس مش مستحب، زي ما قالوا في المثل الشعبي اللي ملوش قلب ملوش رزق. بس ده مش معناه انك ما تمشيش على خطه، بالعكس الخطه مهمه والقلب الجامد مهم برضه. تاني سبب، بما انك ذكي فانت بتنفذ الحاجات افضل من غيرك. صح، بس ده في اداره البيزنس غلطه كبيره. هنتخيل انك مصمم ازياء محترف ورائع، عملت البيزنس بتاعك ولما كتر عليك الطلب جبت حد يساعدك، ولما جبته بنسبة 99% هتبقى انت احرف منه بكتير، وهتكتشف الغلطات اللي بيعملها بسهولة وسرعة كبيرة. فايه اللي هيحصل؟ صح، هتضطر انك تعملها انت بنفسك. فالاذكياء بيميلوا انهم ما يفوضوش الشغل لحد، وده صدق او لا تصدق عكس اللي محتاجه مشروعك عشان يكبر. المشروع عايزك تفوض وتعتمد على الاخرين في انجاز العمل، وانك تبني فريق. ازاي هتبني فريق وانت بتعمل شغله؟ فكر فيها. تالت سبب، لانك ذكي فقدرت تتخرج من الجامعه بمعدل ما شاء الله كبير، وقدرت تقنع الناس يشغلوك معاهم بما انك متميز اكتر من غيرك، وفعلا بقى عندك شغلانه بيحلم بيها اي شاب في سنك بمرتب اكبر بكتير من غيرك، وفي خلال اقل من 10 سنين بقيت مدير عام او مدير قطاع او موظف ما شاء الله كبير، ومرتبك كمان كبير ومزايا ما شاء الله حلوه. فده للاسف بيعمل حاجه بيسموها القيد الذهبي. ايه القيد الذهبي ده؟ القيد الذهبي ده رديء ام لم ترضى بيمنعك انك تسيب المكانه الوظيفيه الحلوه، مميزات الوظيفه المميزه دي، وتروح تاسس مشروعك من الصفر. مش عارف يا ترى هتنجح ولا هتفشل. فكانوا الناس الاذكياء بيميلوا انهم يقعدوا في الوظيفه وعمرهم ما بيفكروا انهم يبقوا رواد اعمال. على الطرف الاخر الناس العاديه جايبين تقديرات عاديه وبياخدوا مرتبات عاديه، فالموضوع اصلا مش جايب همه معاهم، ففكروا وقالوا لنفسهم طب ما تيجي نجرب في مشروع. وسبحان الله فتحوا المشروع وربنا كرمهم، وبعد شويه سنين بقى كل واحد فيهم عبد الغفور البرعي في نفسه، وبيشتغل عنده ناس اللي كانوا معقدينه في حياته من الذكاء بتاعهم. رابع حاجه وده اهم سبب، في حاجه بيسموها تاثير داينينج كروجر، ودول عالمين عملوا دراسه اكتشفوا فيها حاجه لا يمكن تتخيلها. الناس الاذكياء ناس متواضعين بالفطره. يعني ايه الكلام ده؟ لما طلبوا الناس دول في الدراسه بتاعتهم من الاذكياء انهم يقيموا نفسهم، لقوا ان الناس الاذكياء مستوى الثقه عندهم اقل بكتير جدا من الناس العاديين. طب ليه؟ لانه ذكي وعارف نقاط ضعفه وعارف عيوبه. في نفس الوقت الناس العاديين ليه عندهم حاجه بيسموها وهم التفوق، ووصفوا نفسهم بعبارات وصف غير طبيعي زي وصف بتوع المهرجانات والراب كده بنفسهم. المهم وهم التفوق ده ميزته في البيزنس ايه؟ صدق او لا تصدق البيزنس عايز واحد عنده وهم الثقه ده وبجرعه كبيره كمان، واحد مقطع بطاقته حرفيا. طب ليه؟ لانك هتاخد كف ورا تاني كف، هتقعد فتره طويله سنه سنتين ثلاثه فشل في كل حاجه.
حاجة، وبعدين ربنا هيفتح عليك فتح كبير ما شاء الله. والقصص في الموضوع ده لا تعد ولا تحصى. فانت لازم في الفترة الضلمة دي يكون عندك ثقة زائفة يا صديقي، وتكون كبيرة كمان في نفسك وفي اللي بتعمله. والثقة الكبيرة دي مش عند الناس الأذكياء خالص، بالعكس عندهم شك وعدم ثقة كبير جدا. أكيد ربنا مش هيدي كل حاجة. في النهاية أنا عملت الفيديو الطويل ده ليه؟ أنا عملت الفيديو ده عشان أقول لك حاجة واحدة: خلي عندك إيمان وثقة إنك هتنجح مهما كنت ذكي، متوسط الذكاء، حتى غبي. ولو عايز تعمل حاجة تعملها، توكل على الله، ولازم تتأكد دايما إن الرزق بإيد ربنا. بس كده.